السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الجمعة، الجو حر خالص. فأنا عامل لكم الفيديو النهاردة هيبقى عنوان الفيديو بالجلابية. عامل لكم فيديو النهاردة بالجلابية لأن بصراحة الجو حر وكسلت أطلع بقى هدومي. بكلمكم عن موضوع مهم جدا. عامل النهاردة فيديو في الجنينة بتاع البيت تحت. جنينة كده قدام البيت، ناس تيجي تلعب فيها ومية وبتاع لأن الجو نار زي ما انتم شايفين. يلا بينا، خدكم معايا. النهاردة الجمعة، بس تصلوا على النبي وقراءة سورة الكهف وادعوا لنا دعوة حلوة. ويلا بينا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو شغل الطلبة هنا في ألمانيا، والساعات المسموح لك بيها إنك تشتغل هنا في ألمانيا. وهل تقدر تشتغل وأنت طالب ولا لأ، أو أنت بتدرس لغة ولا لأ، أو أنت بتعمل سنة ذهبية، هل مسموح لك الشغل ولا لأ؟ الأسئلة دي جاتني كتير جدا هنا. فالنهارده هنجاوب على كل الأسئلة ديت. أول حاجة هكلمكم عنها وهي إن الطالب مسموح له يشتغل 120 يوم كامل في ألمانيا في السنة، أو 240 نص يوم. يعني إيه الكلام ده بقى اللي أنا قلت بقى؟ 120 يوم كامل ده يعني فوق الأربع ساعات. يعني اشتغلت يوم فوق الأربع ساعات ده بيسمى يوم كامل، وأي يوم تحت الأربع ساعات أو لحد الأربع ساعات ده بيسمى نص يوم. فأنت مسموح لك تشتغل 240 نص يوم في السنة، أو 120 يوم كامل. طب هل ينفع أشتغل أكتر من كده؟ طب وهل هياخدوا مني ضرايب ولا لأ؟ هنجاوبك على كل الأسئلة دي. بص، وانت طالب انت ممكن تشتغل في مجالك عدد ساعات كتيره جدا، وده مش هيبقى محسوب لك من الايام اللي قلت لك عليها. يعني انت ممكن تشتغل في مجالك او في الجامعه او كده، وده مش هيبقى محسوب لك من 120 يوم كامل او 240 نص يوم. يعني ايه؟ مثلا لو اشتغلت في الجامعه مثلا مع دكتور او كده، ده بيتحسب في مجالك، او اشتغلت بره الجامعه في مجالك، فده كل ده مش بيتحسب في مجالك. قصدي كل ده مش بيتحسب في اللي هي عدد الساعات المسموح لك في الشغل. هنخش بقى على نقطة مهمة، واللي هو الشغل عبارة عن إيه؟ يعني الشغل بيبقى ثلاث أنواع. أول حاجة بيبقى ميني جوب، تاني حاجة تالت سايت اللي هو بارت تايم، تالت حاجة واللي هو فول تايم. أول حاجة الميني جوب ده اللي هو بيبقى من اللي هو بيبقى من 8 ساعات ل 12 ساعة ماكسيموم في الأسبوع. تمام. مسموح وفي النوع ده من الشغل أنت ما بتاخدش منك أي حاجة، أي ضريبة. يعني أنت لو أنت مثلا لو اشتغلت 40 ساعة في الشهر، بتاخد كل الراتب كامل اللي هو بيبقى ماكسيموم 540 يورو. فانت النوع ده مش بتاخد منك منه اي ولا جنيه ضرايب، اللي هو الميني جوب ده. زي ما قلت لك بيبقى من 8 ساعات ل 12. طب انت لو اشتغلت اكتر من كده، لو اشتغلت اكتر من كده بتنقل على مرحله ثانيه، على شريحه ثانيه، واللي هي الثالث سات. وفي الحاله دي هتبدا يتاخد منك ايه؟ ضرايب. ده اول حاجه اللي هو مش جوب. تاني حاجه اللي هو الثالث سايت، بيبقى عباره عن يعني بيبقوا من 12 ساعه لحد 20 ساعه ماكسيموم في الاسبوع. تمام. وفي النوع ده من التامين انت بتاخد منك حاجه اسمها تامين ضريبي او رنت فرتيشن، وده بيكون 9% او 9.3%. فانت لو تاخد 1000 يورو في الشهر، بتخصم منك 93 يورو. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو التايل سايت. بس لو اشتغلت اكتر من كده بقى، لو اشتغلت اكتر من كده انت طبعا بينقلك على شريحه اعلى اللي هي الفول تايم. فالحال لسه في الايه؟ في الثالث ساعه. فالثالث ساعه ده زي ما قلت لك بيبقى من 12 ساعه لحد 20 ساعه ماكسيموم في الاسبوع. سؤال تاني جالي كتير، هل ينفع اشتغل ميني جوب وثالث ساعه في نفس الوقت؟ اقول لك ايوه ينفع، بس في الحاله ديت هيتاخد منك ضرايب في اللي هو الشغل اللي راتبه اعلى، شويه كلاسه 6. تمام، اللي هو الثالث سايت. وهيتاخد منك من الميني جوب اللي هو الشويه كلاسه اينس، اللي هو هيتاخد منك حاجه بسيطه. فانت هتلاقي الفرق بين انك تشتغل تايل سايت بس، وانك تشتغل تايل سايت وميني جوب، فرق بسيط جدا، 200 300 يورو ماكسيموم مقابل المجهود. فانا شايف ان هو يعني مش اختيار انسب. فانا شايف الحل الانسب للطالب اللي هو بيبقى التايل سايت. ده بيكون ماكسيموم 20 ساعه في الاسبوع. و... وانا شايف كمان ان هو يعني بيكفيك كل حاجه وكده، اللي هو التايل سايت لوحده. تالت حاجه الفول تايم. هل الطالب ينفع يشتغل فول تايم ولا لا؟ وهل بتاخد منه ضريبه ولا لا؟ اقول لك يا عزيزي، الطالب ينفع يشتغل فول تايم بس في اوقات معينه، واللي هي في اوقات الاجازه. وفي الحاله دي طبعا بيتعامل ان هو عادي، وبيتاخد منه ضريبه، بس بيقدر يرجعها اخر الشهر. لان الاصل بيقدر يرجعها اخر السنه بحاجه اسمها الشوائر كلوجنج، اللي هو كشف ضريبي، وده هتكلم عنه في فيديو قريب.
ازاي تقدر ترجع ضرايبك في اخر السنه كلها خطوه بخطوه. اتكلم عنه في فيديو قريب. انا قلت لكم الفول تايم ده اللي هو الفول سايت ده مسموح للطالب ان هو يشتغله بس في وقت الاجازه بس. ففي عقد كده اللي هو بيبقى انا شايفه ده احسن حاجه للطالب لو حابب يعني يعمل فلوس، اللي هو بيبقى مثلا عقد بفتره مؤقته اللي هو فريم الاشتراك ده. ده بيبقى مثلا وليكن شركه بي ام في او فولكس واجن مثلا محتاجك مثلا 3 اسابيع او شهر او شهر ونص، مثلا تشتغل في المصنع وكده. فانت وليكن الراتب هيكون 3000. فانت في النوع ده من العقد انت بتاخد الراتب كله 100% بنسبه 100% بس بطريقه غير مباشره. يعني ايه؟ يعني بتخصم منك حاجه بسيطه جدا اللي هي 300 ولا 400 يورو من 3000 ولا 2000 وشويه. فاللي هو يعتبر واخر السنه تقدر تستردهم. يعني بتعمل شويه الكلوكنج اللي قلت لكم هتكلم عنه في فيديو قريب اللي هو كشف ضريبي، وبيرجع لك كل جنيه اتاخد منك. فانت كده بتبقى انت ولا كانك اشتغلت واخدت الفلوس بنسبه 100%. ده انا شايفه احلى حاجه ب يعني احلى عقد شفته هنا في الاجازه يعني. اللي هو بيبقى في بعض الشركات بتديك عقود بمده مؤقته في الاجازات، ده بتبقى بتاخد الراتب بنسبه 100%. ده حاجه حلوه جدا لو انت حابب تعمل فلوس. دلوقتي احنا اتكلمنا عن 3 انواع الشغل هنا. دلوقتي عاوز اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي ايه طبيعه الشغل او ايه انواع الشغل اللي الطالب يشتغلها هنا في المانيا. عندك نوعين. نوع مثلا ممكن تشتغل جوه الجامعه وممكن تشتغل بره الجامعه. نوع جوه الجامعه اللي هو اسمه هيفي، ممكن مثلا تشتغل مع دكتور تحضر له مثلا ريسيرشات او كده ابحاث في حاجات معينه او تساعده في حاجات معينه في الجامعه. وزي ما قلت لكم الشغل ده مش بيبقى محسوب من عدد الايام اللي انتوا بتشتغلوها في السنه. فدي حاجه برضو ميزه جدا. والشغل ده كان اغلبيته بيبقى اللي هو فري ماني، اللي هو بيبقى ايه، لو انت بتعمل حاجه بدون مجهود بيبقى يعني مش متعب خالص وبتاخد فلوس في نفس الوقت. فده لو جوه جامعه. لو بره الجامعه زي ما انتم عارفين ممكن تشتغل على حسب زي ما قلت لك على حسب الالماني بتاعك. ممكن تشتغل لو الالماني مثلا بتاعك كويس ممكن تشتغل كول سنتر او اي حاجه مثلا بتتكلم فيها الماني. طبعا ده هيفرق طبعا في الساعه وهيريحك جدا. تشتغل على ساعات قليل مثلا بالساعه كويسه 15 16، فده هيريحك جدا. لو مثلا المانيتك زي ما قلت لك يعني انت لسه جاي جديد وكده وجايب الانجليزي او المانيتك لسه احسن حاجه، هتلاقي شغل اوريدي بس هيكون مثلا زي ما قلت لك اللي هو يعني ايه، يعني مجهد شويه نفسيا او بدنيا، وليكن مثلا في لاجا او في مطعم او في اي حاجه من الحاجات دي. ده الشغل بره الجامعه. وفي برضو ابلكيشنات كتيره وانا بصراحه يعني استخدمتها كتير هنا، ومنها اللي هو تسين جوب او ممكن انديد او السيب ستون. الابلكيشنات دي بتلاقي عليها شغل جدا للطلبه. واهم حاجه برضو نقطه اكلمك فيها، ان انت وانت تبحث حط كلمات مفتاحيه يعني مثلا وليكن ميني جوب فور ستودنت مثلا او تايلت سايت او كده. فدي هيجيب لك شغلات كتيره. وبرضو كده قلت لك على انواع الشغل وازاي تلاقي زي ما قلت لك هتبحث على الابلكيشنات دي. وبرده حاجه مهمه جدا مهمه جدا برده وانت بتقدم. احنا طبعا بنقدم كلنا بالطريقه الغلط واللي هو نبعت ايميلات وي 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 والكلام من ده. وده بصراحه انا شايف انها ما بتجيبش نتيجه بنسبه يعني وليكن 10% ما بتديش نتيجه ايجابيه. كلنا عملنا كده بس على طول كل الردود تبقى لايدا 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 اللي هو يعني مرفوض. فهديك نصيحه كده وانت بتقدم مثلا على شغلانه معينه او اي شغلانه كده كويسه شايفها كويسه، ممكن تعمل انشرايبن. يعني ايه؟ يعني حاجه اللي هو زي موتيفيشن كده ليك وانت بتقدم على وظيفه. حاول تعمل وانت بتقدم على اي وظيفه لو قدمت اونلاين يعني اعمل انشرايبن، ده هيفرق معاك جامد هيفرق معاك جامد. هعمله ازاي؟ موضوع سهل. خد تفاصيل الوظيفه حطها على شات جي بي تي وقول له اعمل لي انشرايبن جامد. يعمل لك انشرايبن وتراجع وراها هيبقى تحفه. فاهمني؟ فده تركايه جامده جدا هتفرق معاك. تاني حاجه حاول تقدم يعني وانت اي وظيفه تقابلها دور على الرقم بتاعها ورن على طول. يعني هتفرق جدا. الاول كنت ببعت ايميلات ما كانش بيجي لي رد ولما كان بيجي لي رد كنت بيجي لي رد برفض. فاتبعت مسار تاني واللي هو اي وظيفه اشوف انا عاوز اقدم عليها انزل ادور على الرقم، اول ما الاقي الرقم ارن. تقول لي المانيتي مش حلوه خبط. يعني رن هيردوا عليك احسن من الايميل. وبعد ما ترن جالي انترفيوهات كتير. فدي طريقه تانيه انك تدور صح اللي هي انك تدور على الرقم وترن عليه دايركت احسن من انك تبعت ايميل بكتير. فانا كده اعتقد اكون لخصت لك اللي هو
انواع الشغل هنا وازاي تلاقي، وانواع شغل الطلبه اللي الواحد ممكن يشتغلها هنا كطالب لما يجي. فانت لو في اي سؤال من يعني وقع مني، او حابب يسأل اي سؤال عن الحاجه اللي انا اتكلمت فيها، حابب تساله، اساله في الكومنتات او على الانستجرام، وانا هرد عليك ان شاء الله بالتفصيل. ويا رب يكون الفيديو مفيد ليكوا. ولو مفيد ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يعني نوصل لناس اكتر، وادعوا لنا دعوه حلوه.